ونبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. شكرا للزميل إبراهيم فايق، شكرا لكل ضيوفك الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات نساتي سادتي مشاهدينا متابعين في كل مكان عبر قنوات MBC مصر، هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض في أمسية أو فجرية مونديالية جديدة في بطولة كأس العالم للأندية هناك في الولايات المتحدة، وتحديدا في نفس الملعب الذي خاض فيه النادي الأهلي المباراة الماضية، مات لايف ستاديوم، الملعب الذي يتسع لقرابة 80,000 متفرج مشاهدين متابعين في مباراة مصيرية ثالثة أمام فريق بورتو البرتغالي، بانتظار ليلة مختلفة ونتيجة مفرحة وانتصار يعود بالنادي الأهلي مرة أخرى إلى هذا المونديال في دور قادم. ونحن نبدأ افتتاحية الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات مشاهدين متابعينا. يقابلون فريق بورتو البرتغالي، كلا الفريقين لديه نقطة واحدة من تعادل في المباراتين الماضيتين، بورتو أمام بالميراس والأهلي المصري في افتتاحية المونديال أمام انتر ميامي. المباراة ما زالت بانتظار صافرة حكم المباراة الفنزويلي خيسوس، لكن حكم المباراة لم يطلق صافرته، لا أعلم ماذا ينتظر. المهم ما تكون سحابة من البداية، ونشوف ونتابع هذه المباراة مشاهدينا اللي يقام في نفس توقيتها لقاء انتر ميامي ولقاء أيضا بالميراس. في مباراة نريد في تلك المباراة أن تخدم نتيجتها وفارق الأهداف أيضا النادي الأهلي المصري، لكن عليه أولا أن يخدم نفسه بنفسه. صراحة أن الحسابات معقدة، صراحة أن المسار والصافرة تأتي. تحياتي محدثكم فارس عوض. شوط المباراة الأول مشاهدينا متابعينا عبر قنوات MBC مصر التي تحرص تماما على نقل مباريات النادي الأهلي في بطولة المونديال والكثير من المباريات المهمة في مونديال كأس أندية العالم. ستجد الأهلي ستجد الأهلي ستجد الأهلي. الله الله، ستجد الأهلي. الأهلي يخليك تحلم، يخليك تتخيل الملامح الملامح التاريخية مشاهدينا متابعينا تظهر في بداية اللقاء في ملحمة تاريخية نريدها لا تغادر الذاكرة. يا وسام يا وسام، وسام أبو علي في الأهلي ما تقولش يا سلام، في الأهلي بتقول يا وسام، بتقول يا وسام خلصت اللي عليك، خلصت اللي عليك. ستجد الأهلي ستجد الأهلي. الأهلي يخليك تحلم، يخليك تتخيل. عطينا الآن الحسبة، عطينا الآن الحسبة. فين الحسبة؟ الله الله، تسلل يحرم وسام من هدف آخر. بورتو فيها بورتو، الله الله فيها بورتو. اللاعب الشاب رودريغو مورا يعدل النتيجة بعد تهديدين سابقين بالنسبة لبورتو. حسافة يا أهلي، حسافة يا أهلي، من هدف للنادي الأهلي كان ملغى إلى هدف هدية. والله يا رودريغو مورا هو مشى، لكن هي مشت معاه، اختارت بعد ذلك تصرف أمام حارس المرمى بعد ذلك كان رائع. شوف هذه اللقطة، هذا يترك بهذه الطريقة غريب، بعد ذلك شوف كيف مشت معاه، شوف كيف مش. يا ساتر، هذه الهدية. لكن بعد ذلك مرورة من الشناوي بين المدافعين، محمد هاني في اللقطة الماضية وأشرف داري، يعني كان ممكن والله كان ممكن، لكن حسافة اللقطة والكرة راحت. وشوف خطير بعدين تصرف بشكل يعني هادئ، وعمره 18 سنة، وعدى بعد ذلك من الشناوي، وصارت النتيجة 1-1. ونرجع للمعلومات شوية، نرجع للمعلومات، نرجع للشباب ومهاريان. يا ساتر على اللقطة، مهارة وتصويبه ومحمد الشناوي. ويليام جوميز، الله يا الشناوي، صاروا 2 يا الشناوي، حسب لك الأولى، يرسل كرة، الله الله يا زيزو، هذه الثانية الثالثة.
مهمة صعبة، لكن برافو محمد هاني في الأخير يصل إليها والكرة بتتحول مرة أخرى إلى خارج الملعب ضربتين. تتلعب واحدة يا زيزو يا رب يا الله، مستحيلة يا زيزو من أجل التاريخ يا زيزو. لماذا زيزو يا زيزو ركلة جزاء يا زيزو، أنا اللي أصفر يا زيزو، ركلة جزاء ما تخليهاش لحد يا زيزو، ما تسيبهاش يا زيزو. يتقدم الله وسام على صدر النادي الأهلي، سيد وأفريقيا وبطلها وزعيمها وفارسها. يبدأ المونديال اليوم، يبدأ المونديال. المارد الأحمر يأتي والمحاولة تصل ويليان، لو فتح مساحة يا ساتر، الله على ويليان جوميز، يسجل هدفا رائعا في هذا المونديال بمجهود فردي. جناح أيسر يسجل بقدمه اليمنى هدفا آخر. الأخطاء شوف هذا اللاعب اللي كنا نحذر منه، وشوف هذه اللقطة، وشوف هذا الهدف الثاني. شوف بن رمضان فيها لمسة يد، ممكن يرجع الفار ولا شيء، نشوف ونتابع. الحكم أشار إلى استمرار اللعب من البداية، لكن المخرج الآن يعيد اللقطة. وبعد ذلك شوف هذه اللقطة مر فيها من محمد هاني، فتح مساحة، شوف التثبيتة، يا ساتر على القوة والكرة اللي هاني عرضية، الله ليس أجمل من العرضية سوى الإنهاء. يا وسام هاتريك تاريخي في المونديال، أقل ما يليق بالرقم 9 وبالقميص وبنسر الأهلي الذي يحلق في سماء العالم، في سماء المونديال. انفجر اليوم، سجل عن المباريات الثلاث كلها، ولكن العرضية سحر، العرضية هدف، العرضية ليست أسيست يا هانية للتعويض، تعويض الخطأ هكذا. الله على التوقيت، فان باستن النادي الأهلي، العرضية والراسية، لا مش ممكن اللي يصير. قمة المونديال، مباراة الرؤوس وصراع الرؤوس عن طريق البديل سامو بارتقاء كبير وهدف ثالث 3-3. يا لحسرة النادي الأهلي، هجومه يقوم بالمهمة ودفاعه بعد ذلك يتلقى ضربة أخرى. كيف يترك هذا وحيدا؟ كيف يترك أحمد بيكام في اللقطة الماضية؟ شوف هذه الرأسية، يترك وحيدا، يقفز بهذه النادي الأهلي والتصويبة يا رب. أكثر من يستحق هدفا في المونديال من النادي الأهلي سجل بالطريقة التي تليق. يا بن رمضان افطر بهذا الهدف، يا بن رمضان افطر. هدف يفطر به بن رمضان بطريقة رائعة في شباك بورتو.